حقيقة مطالبة السعوديين بإقالة المعلق الرياضي الشهير عصام الشولي وبعض من المناصرين بعد ما قال كلمة حق الذي جعل السعوديين يطالبون بإقالة المعلق عصام الشولي. هذا مقطع فيديو قمت بنشره في الأيام القليلة الماضية يوم 6 مارس 2023، حقق لي 27,100 مشاهدة بوقت المشاهدات 318 ساعة، وحصل على 193 مشترك في هذه القناة. هذه قناة جديدة. نتكلم على هذا المقطع، نستمع ما قاله المعلق الرياضي عصام الشولي. يتكلم على الجماهير، عدم التعصب لفريق كرة قدم لبلد آخر على حساب البلدان العربية، وخصوصا على بلده الأم الذي يعيش فيه. لنستمع. ومشتركين، لا تكونوا ملوك أكثر من الملوك، ولا تتحمسوا أكثر من أبناء البلد. تحمس أكثر من أبناء البلد لفريق كرة القدم، هذه يحصل عندنا للأسف الشديد، يحصل عندنا في البلدان العربية كثيرا وكثيرا. شوفنا في ردود وهي تغريدات، كلنا إنجليز وكلنا فرنسيين. تظهر هذا التعصب يظهر في التعليقات، كلهم يقولون ريال مدريد، الكثير يقولون ريال مدريد، كثير يقول لنا برشلونة، من مناصري برشلونة رانا في برشلونة، لكن الأمر ليس كذلك، ويحدث بعض الاختلافات بين الإخوة حتى في البيت الواحد. وكلنا ألمان ونحن طليان والآخر ولا إسباني. أنت عربي ابن عربي ابن بادية وابن صحراء، وبكل افتخار. نعم، نحن عرب نفتخر بعربيتنا، وأعزنا الله بالإسلام والقرآن الذي هو باللغة العربية. نحن عرب بالفعل. هنيئا لك يا عصام الشولي. لهذه الكلمة وهذه الشهادة هي التي انزعج منها الكثير من المتابعين والمتعصبين والمشجعين لنوادي أوروبية ولأفرقة أوروبية. وهذا الحديث جعل الكثير من العرب، من المشجعين العرب، يطالبون بإقالة المعلق الرياضي عصام الشولي، وهذا غير معقول، لا يمكن أن نصدقه. هذا ما عندنا في المعلقين، هذا من خيرة، احنا ما نقولوش هو وكفى، نقولوا من خيرة المعلقين الرياضيين في الجزيرة الرياضية، وفي في قنوات بين سبورت الإخبارية الرياضية والرياضية في الوطن العربي. نعشق منتخبات، ولكن لا أبكي لمنتخب غير منتخب بلادي، وخلاف منتخب النصور. لو أنت أيضا تتحمس، تتفرج، تريد المكسب، لكن إنجلترا لها الإنجليز، والألمان لهم الإنجليز لهم الإنجليزيين، والألمان لهم الألمانيين، والطليان لهم الإيطاليين. كل إنسان أكيد يفتخر ببلده، واللي ما يفتخرش ببلده هذا لا يحق له أن يعيش فيها، بل يجب عليهم أن يرحلوه، ما يخلوش فيها. الألمان والطليان يمثلهم طليان، ونحن نمثل مجموعة أخرى من الأوطان. الله أكبر، الله أكبر على هذه النغمة التي قالها المعلق الرياضي عصام الشولي. ألف تحية وعرفان لما يقدمه هذه النخبة من المعلقين في القنوات العربية عامة، والمعلق عصام الشولي بصفة خاصة. احنا نفتخر بهذا المعلق وهذه الإشادة وهذه الكلمة، كلمة حق الذي
قالها، والذي ينزعج منها الكثير من السعوديين والعرب عموما، السعوديين خصوصا والعرب عموما، من هذه التعليقات. وهذه هي الحقيقة التي يجب أن نستوعبها، والتي يجب أن نستوعبها ويجب أن نقتنع بها جيدا. هل وصلت رسالتي أم لا؟ قد يؤذي الكثيرين، ولكن هذا هو الواقع. رسالتك يا شوالي وصلت، إلا جاحد أو متكبر ما يقدرش يصرح بها. أحسن الله إليك، رسالتك يفهمها كل إنسان إلا الجاحد أو الذي يستكبر على الحقيقة. الحقيقة تؤلم، وأنا تعودت أن تمشي في الطريق الصحيح. الله أكبر. في معلق يصنعه حدث، وعصام الشوالي وحده يصنع الأحداث. الأهداف معه غير، وكرة القدم بصوته أجمل. ما أبالغ إذا قلت أني أخشى اعتزال الشوالي أكثر من بعض اللاعبين الأساطير، وآخرتها يطلعون مجموعة أطفال بقيادة معتوه بسناب يطالبون بإقالته. عيب عليكم. هذا ما قاله الشوالي من التعليق. في معلق يصنعه حدث، وعصام الشوالي وحده يصنع الأحداث. الأهداف معه غير، وكرة القدم بصوته أجمل. ما أبالغ إذا قلت أني أخشى اعتزال الشوالي أكثر من بعض اللاعبين الأساطير، وآخرتها يطلعون مجموعة أطفال بقيادة معتوه بسناب يطالبون بإقالته. عيب عليكم. هذا ما قاله الشوالي من التعليق. تعليقات على هذا المقطع. لا يوجد معلق مثل عصام الشوالي في التاريخ، ومتعة كرة القدم بصوت الشوالي روعة. جاي أتابع المباراة بصوت الشوالي حتى وإن كانت المباراة بين قريتين ضعيفتين. وهذا أيضا عصام الشوالي معلق استثنائي. إذا اعتزل عصام الشوالي سوف نعتزل مشاهدة كرة القدم. يا إلهي، الثقافة فن. بالفعل الثقافة فن. بعد هذا الكلام ولا عد خبر عصام أفضل معلق في عالم القدم. محمد أطالب بإقالة الشوالي. هو صحيح، ما حد طالب بإقالة الشوالي، مو صحيح. العنوان مغالط. كذب. الشوالي يتكلم عن العرب الذين يشجعون المنتخبات الأوروبية في التظاهرات الرياضية التي يكون العرب مشاركين فيها.